تفاصيل الحادث المروع لقطار الحرمين السريع والكشف عن عدد المصابين. حادث مروع وقع منذ قليل لقطار الحرمين السريع التابع لشركة مشروع القطار السعودي الإسباني، وهو المشغل لقطار الحرمين، عند حوالي الساعة 2 صباح اليوم الأربعاء، حيث وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة. وهذا الحادث المروع يعتبر أول حادث للقطار منذ تشغيله. وأضاف قطار الحرمين في بيان عاجل: الحادث وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد